في سؤال مهم جدا لازم نسأله قبل ما نحكم على تصرفات خوان بتزيرا ونقول انه خان الزمالك او كان بيمثل علينا، وهو ليه لاعب محترف فجأة وبدون اي مقدمات يعمل كل ده ويقرر من يوم وليلة انه مش راجع مصر، وتحسه كده ما صدق يبعد عن الزمالك. الإجابة وبكل بساطة إن إحنا بقينا متعودين على مشاكل الزمالك، لدرجة إننا مثلا بقينا بنشوف حاجة زي تأخير المستحقات وعدم الاستقرار وعدم وجود صفقات جديدة كأنه شيء طبيعي، وإن اللاعب هو اللي مطلوب منه يستحمل ويكمل معاك، وكأنه صاحب النادي مش واحد من أبنائه، حتى لأن اللاعب ده حتى لو كان متربي في النادي مش هيقدر يتحمل المشاكل دي كلها، واللي بكل تأكيد هو ملوش أي دخل فيها. في الفيديو ده عزيز زملكاوي خلينا نتكلم عن الموضوع ده من أوله، ونشوف مين المسؤول عن الظاهرة الغريبة اللي بقت موجودة مؤخرا في الزمالك، وهي إن اللعيبة بتاعتك مش عايزة ترجع المعسكر. هنتكلم عن كل شيء، ولكن قبل ما نبدأ كلامنا أتمنى من حضرتك إنك تعمل لايك للفيديو ده بحيث إنه يوصل لأكبر عدد من الزملكاوية. كمان لو أول مرة تشوفني اشترك في القناة، ولكن قبل ما تعمل أي حاجة من دي اوعى تنسى تصلي على النبي في سرك. طيب بسم الله. على حسب تصريحات رامي نصوحي اللي هو عضو مجلس إدارة الزمالك، اتكلم إن خوان بتزيرا عمل 13 إنذار بالفسخ الموسم اللي فات، وبيني وبينك دي معلومة كارثية، وأعتقد إن هي بتوضح لك كل شيء. التصريح ده بيقول إن اللاعب قعد فترات كبيرة جدا من غير ما ياخد مستحقاته بشكل منتظم، وده يخلينا نسأل سؤال مهم. هل معنى كده ان كل الحركات بتاعت الفاموس والبكاء والعياط اللي كان بيعملها خوان بتزيرا والشد في التيشيرت والتخبيط على الصدر كانت فيك، وان اللاعب كان بيمثل على الجمهور؟ الحقيقة ان لا طبعا، لاننا للاسف بسبب الظروف اللي عاشها الزمالك بقينا بنتعامل مع الوضع الاستثنائي كأنه طبيعي. بقينا شايفين ان اللاعب اللي بيجي الزمالك لازم يتحمل اي حاجة، وكأنه مجرد توقيعه للنادي ده معناه انه بيتنازل عن حقوقه. ايه يعني لما مرتبك يتأخر عليك بالخمس والست شهور طز في ملتزماتك؟ ايه يعني لما الاداره ما تقدرش تدعم الفريق بلعيبه جديده، لعيبه قويه تساعدك تحقق طموحاتك وتكتب تاريخ لنفسك كلاعب؟ ايه المشكله يعني لما تدخل الموسم الجديد وانت مطالب تنافس على البطولات، مطالب منك ترضي الجمهور، مطالب ان انت تسمع كلام المدير الفني، وفي نفس الوقت مش عارف مستحقاتك هتوصل لك امتى؟ على ما اعتقد عزيز الزملكاوي احنا كجمهور للزمالك محتاجين نراجع شويه فكرة ان اللاعب المحترف اللي بيجيلك من بره ده بيلعب عشان حبا في الجمهور وحبا في النادي وانه واحد من ابناء الزمالك. الفكرة دي طبعا غلط. اللاعب اللي بيجيلك من بره ده او حتى لو كان مصري فهو غرضه الاول كماديات فقط لا غير. ممكن بقى يبقى فيه غرض تاني كجمهور، مثلا انه يعمل شعبية، انه يعمل تاريخ لنفسه، ولكن اول حاجة بيفكر فيها هي الفلوس. فمعنى كده انك لو جبت لاعب للنادي وقلت له لازم تبقى مخلص ووافي للجمهور وتتحمل ظروف الزمالك مهما حصل، والا تبقى خاين او مش مقدر قيمة التيشيرت اللي انت لابسه، فانت بتحطه في اختبار معظم اللعيبة في العالم اصلا ممكن تفشل فيه. ولو عايز مثال فتخيل كده واحد مثلا زي مصطفى شوبير، ابن الاهلي وابن حارس الاهلي. عايزك بقى يا معلم تجيب مصطفى شوبير ده وتحطه في نفس الظروف دي. على فكرة ممكن جدا يستحمل انه ياخد راتب اقل لو عنده عرض اكبر بره الاهلي، والمسألة دي بتبقى معتمدة على الاختيارات الشخصية والانتماء والراحة والقرارات الفنية. لكن هل بقى تقدر تطلب انت من مصطفى شوبير انه يتحمل الراتب الاقل ده وهو متاخر عليه بالست شهور؟ هل تقدر تطلب من مصطفى شوبير انه يتحمل ضغط الجمهور والسف والتريقه طوال الموسم لانه اوريدي ما حققش بطوله في الوقت اللي الاداره مش قادره توفر له لعيبه تساعده في الملعب، المستحقات كمان مش منتظمه؟ هل تقدر تطلب منه انه يتعامل مع احساس العجز وهو بيخسر بطولة ورا بطولة، وبيخسر من غريمه التقليدي، وبيخسر جزء كمان من جمهوره، وبعد كل ده اللاعب ما بياخدش مستحقات كمان؟ ممكن لاعب على فكرة يستحمل موسم وممكن يستحمل موسم تاني، ولكن لما تجمع الضغط المالي مع الضغط النفسي مع الضغط الجماهيري وتطلب منه في كل مباراة يثبت لك انه قد ايه منتمي للنادي وقد ايه هو حارس عظيم، فانت حرفيا بتطلب منه يعمل حاجة صعبة جدا. ولو في لاعب قدر يستمر في كل الظروف دي فانا شايف انه فعلا بيكون من نسبة قليلة جدا قدرت تنجح في اختبار مستحيل. المشكلة الأكبر بقى عزيز الزملكاوي إنك لما تيجي تلوم واحد مثلا زي خوان بتزيرا أو عبد الله السعيد على إنهم بيطالبوا بحقوقهم وتقول عليهم مثلا إنهم جعانين، أنت من غير ما تقصد بتشجع إن الوضع الغلط يبقى هو القاعدة في الزمالك. بتدي مجلس الإدارة المبرر إنه يفضل على نفس الوضع ده، لأن الرسالة ببساطة بتبقى إن الإدارة مش مطالبة تصلح، لكن اللاعب أول ما يطالب بأبسط حقوقه
نسلمه للجمهور، واحنا طبعا كجمهور مش محتاجين حد يوصينا. فجأة هتلاقي التايم لاين كله بيتكلم على اخوان بتزيرة وعبد الله السعيد، وقد ايه بقى هم خاينين وجعانين ومش منتميين لكيان الزمالك. وما تنساش يا عبد الله وما تنساش يا اخوان، ده جمهور الزمالك هو اللي عملكم. وطبعا عزيز زملكاوي مش محتاج اقول لك ان كل الكلام ده غلط. ليه؟ لان احنا كعادتنا يعني بنمسك في الراس وبنسيب الرجلين. هل مجلس ادارتنا الجميل فك القيد لحد دلوقتي؟ الاجابه لا. طب هل دعموا الفريق باي شيء يذكر؟ الاجابه برضو لا. طيب مفيش صفقات، مفيش فك قيد، مفيش مدير فني اجنبي يمسك الفريق. طب دفعت مستحقات اللعيبه المتاخره وانتظمت في السداد عشان تاخد منهم الجرينتا اللي تعوض نقص السكواد بتاعك الموسم الحالي؟ برضو لا. يبقى بصراحه دي مستحيل تكون منظومه ناجحه من الاخر يعني. على فكرة أنا مش بقول إن جمهور الزمالك ملوش حق يقلق على الزمالك وملوش حق إن هو يهاجم اللعيبة. بالعكس، جمهور الزمالك طبيعي جدا يخاف على ناديه، يدعمه ويضغط على اللعيبة عشان ترجع. لكن لازم نفهم إن الضغط في الاتجاه الغلط ممكن يضر الفريق أكتر ما يفيده. فكرة إن إحنا بنهاجم واحد زي اخوان بتزيرة أو عبد الله السعيد ده نابع من حبنا للزمالك مش العكس. لكن اللاعب اللي بينزل المعسكر او الماتش وهو محرج من الجمهور او حاسس انه مطالب يثبت ولائه تحت الضغط ده، مش بالضروره يكون هو اللاعب اللي هيديك افضل ما عنده في الملعب. وعلى ما اعتقد ان انت الموسم اللي فات اتعلمت يعني ده المفروض ان المستحقات بتاعت اللعيبه دي مهمه جدا بالنسبه لهم. وده عن طريق بعض التصريحات مثلا زي محمد اسماعيل لما قالك احنا فرحنا كلاعيبه الزمالك ان ناصر ماهر ودونجا اتباعوا، لان احنا كنا عارفين ان احنا هناخد الفلوس بتاعتنا. وده بالفعل اللي حصل. انت شفت ان كان فعلا سكواد الزمالك بناصر ماهر ودونجا كان سكواد محترم متكامل او حتى شبه متكامل. ولكن بعد رحيلهم عنك انت تقريبا قضيت فتره كبيره جدا من غير لاعب ستة حقيقيه وبالمواصفات المطلوبه. ومع ذلك المنافسه الحقيقيه والعوده للمنافسه من تاني ما جاتش الا بعد ما الاتنين دول اتباعوا، وده بسبب الفلوس اللي دخلت من صفقاتهم وساعدت في دفع مستحقات اللعيبه. وده معناه ان المشكله مش دايما في اللاعب، ومش كل لاعب بيطالب بحقه هو سبب في ازمه الفريق. لو عايز راي في قصه خوان بتزيرة دي، فانا شايف ان اللاعب كان المفروض يتباع برقم محترم زي ما اتقال كده 6 مليون دولار. ليه؟ لان اللاعب ده زي ما انت شفت كده الموسم اللي فات عامل 13 انذار بالفسخ. كان ممكن في اي وقت وهو مش واخد مستحقاته يروح يفسخ العقد بتاعه من طرف واحد زي ما صلاح مصدق عمل وزي عبد الحميد معالم عمل. وساعتها يا معلم انت هتكون خسرت اللاعب زيه زي اللي قبله ومش هتستفاد ماديا منه. فبالتالي انا شايف ان الزمالك ممكن بقول ممكن ما يقدرش يدفع مستحقات او يكون منتظم في سداد مستحقات خوان بتزيرة في الموسم اللي جاي. وانا يعني من وجهة نظري ان اللاعب ما هيصدق ان ده يحصل عشان يروح يفسخ العقد من طرف واحد. إدارة الزمالك لو شايفة إن هي هتكون منتظمة في سداد مستحقات خوان بتزيرة، فاللاعب لازم يكمل معاك لحد ما تفتح القيد تاني وتعمل صفقات. لكن لو مش هتقدر فاللاعب ده لازم يتباع في أقرب وقت ممكن. أتمنى من كل قلبي إن إدارة الزمالك تحاول تشتغل ولو لمرة واحدة بس صح. ما جبتش صفقات، ما جبتش مدير فني، ما دعمتش الفريق الأول بأي شيء، خلاص حاول تكون منتظم في دفع مستحقات اللعيبه بتاعتك. اللعيبه اللي موجوده دي هي طوق النجاه بالنسبه لك، يا تحاول تديهم حقوقهم وتحطهم كده في زون للاستقرار النفسي، يا اما مش هتقدر تاخد منهم حاجه طوال الموسم. كان معكم مادي هشام، مع السلامه.